احاول احط الموبايل عشان الصوت يبقى حلو، يا رب يكون حلو. مش عارفه نقربه ازاي من غير ما تبقوا شايفينه، يعني هنتصرف. يعني بما اني يا جماعه مش في اللوكيشن بتاعي، فمسحوله شويه في ان انا اظبط الدنيا، بس الحمد لله. امبارح كان الفيديو من بيت جدتي، النهارده فيديو من بيت حماتي. ف ازيكم، عاملين ايه؟ الاخبار؟ وحشتوني قوي قوي قوي. انا متحمسه قوي لسه لباقي السلسله دي من الفيديوهات. يا جماعه، دي سلسله فيديوهات ديسمبر فايبز. بعمل فيديو كل يوم في اخر كام يوم في السنه. اكتبوا لي في الكومنتس لحد دلوقتي شفتوا كام فيديو، ايه اكتر فيديو عجبكم من الفيديوهات اللي نزلت. طيب النهارده هنتكلم عن ازاي ادخل 2024 بثقه كبيره قوي في نفسي. في جمل كده بنسمعها من شخص عاوز يكون واثق من نفسه، احيانا بتبقى جمل شويه مشوهه، زي مثلا انا بفكر اقلع الطرحه عشان انا لو قلعت الطرحه شكلي هيبقى امور، وانا هبقى حابه نفسي كده اكتر، وهحس ان انا ساعتها عندي ثقه في النفس. وده بيجي لينا كلنا، يعني الفكره دي. انا هروح اعمل كذا عشان ابقى اموره اكتر وابقى واثقه في نفسي اكتر. انا لو لبست الطريقه الفلانيه هبقى واثقه في نفسي اكتر. حابه النهارده افاجئكم واقول لكم يا بنات ان الثقه بالنفس ملهاش اي علاقه بشكلك، بشعرك، بلبسك. الثقه بالنفس دي هي قوه داخليه، ومهم جدا تعرفي بتيجي منين. فده اللي احنا هنقوله مع بعض النهارده في فيديو ازاي ندخل 2024 ساعه. 2024 ساعه، اقسم بالله انا مصممه 2024 دي، مش عارفه اقول 2024 بس لازم اقول 2024 ساعه. ازاي ندخل 2024 بثقه كبيره قوي في النفس. فتعالوا نفهم اصلا بتيجي منين. فبليز كيب واتشنج. طيب يا ستي، اول حاجه الثقه بالنفس ملهاش علاقه خالص بالشكل. في بنات بتبقى جميله جدا، فيها كل حاجه من وجهه نظرك انت شايفاها بيرفكت، وتخيلي مش واثقه في نفسها. يعني ممكن تبقى بنت مثلا فظيعه مش واثقه في نفسها، ممكن تبقى بنت من وجهه نظرك برضو. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ان مفيش بنت مش حلوه، هي بس شويه معتقدات في الجمال احنا اللي بنعتقدها بنحطها. بس خليني امشي معاكم للاخر. من وجهه نظرك انت شايفاها مش جميله زيك، بس عندها ثقة كبيرة ورهيبة بالنفس، وبتحقق حاجات كتير، وناس كتير بتشوفها جميلة. فازاي بقى؟ ثقة بالنفس يا جماعة دي قوة داخلية. انه من الاخر خليني اقول انا واقفة على ارض صلبة، انا تقيلة من الاخر. الثقة بالنفس بتيجي من انا فاهمة انا مين في الحياة، انا فاهمة انا عايزة ايه من الحياة، انا بنجح في حاجات وعارفة ان انا عندي قدرات ان انا انجح، انا بعرف اتكلم، انا بعرف افكر. حاجات كتير ريليتد بشخصيتك وبقوتك الداخلية، مش بشكلك الخارجي خالص. طيب ابدا ازاي في اني اكون واثقه بنفسي؟ طبعا الموضوع ده طويل جدا ودراسه طويله، وممكن لو انتي بتاخدي سيشنز مع لايف كوتش معايا مثلا ناخد سيشنز كتير في الموضوع. بس انا هحاول النهارده اختصر لكم باللي انا عرفته وباللي انا قريته وبالتجربه بتاعتي اصلا الشخصيه. فنصيحتي ليكي السنه دي كام ستيب كده نبدا فيهم كبدايه، هتبدا تجيب لك ثقه في نفسك. اول حاجه قلتها 100 مرة، ان يكون عندك رؤية واضحة لحياتك. انا عارفة انا عايزة اعمل ايه في حياتي، وعايزة اكون بالشكل الايه. مش كل ما اشوف حاجة اتأثر بيها، مش كل ما اشوف واحدة بتعمل حاجة انا عايزة اعمل الحاجة دي. لا، ده معناها ان ما عندكيش ثقة في نفسك وثقة في الطريق اللي انت عايزة تمشيه. فمهم قوي ان انا ابقى مختارة طريقي، عندي رؤية واضحة لحياتي، وبالتالي انا بتابع كل الناس او بتفرج على ناس ريليتد بالحاجة دي. تاني حاجة مهمة قوي ان يكون عندي اهداف واضحة لحياتي. يعني قسميها في السنة كل 3 شهور، كل 3 شهور انا عندي اهداف بحققها، كل 3 شهور انا عندي تارجت معين بحققه، تارجت كبير قوي او هدف كبير قوي بحوله لشوية مهام صغيرة. حاجة كمان مهمة ان كل يوم عندك تاسكات او تشالنجز انت عاملاها في يومك، وحاولي تنجحي فيها. كل ما بتنجحي فيها بيجيلك ثقة في نفسك اكتر، وبتحسي انك قادرة تعملي اي حاجة في الدنيا. وتشالنجز دي مش لازم تبقى حاجه كبيره، مش لازم نطلع القمر خالص. تشالنج دي ممكن تبقى انا هقرا، تبداي كده. انا هبدا مثلا انا هقرا 10 صفح النهارده في الكتاب ده، انا هخلص الكتاب ده الاسبوع ده. انا همنع افتح مثلا ابلكيشن معين على الموبايل لمده 3 ايام. التشالنجز دي لما بتديها لنفسك، كل لما بتديها لنفسك، كل كل لما بتديها لنفسك، كل لما بتخليكي تقيله وواثقه جدا في امكانياتك، وواثقه جدا ان انت قادره تعملي اي حاجه، وقادره تعملي اي تشالنج. فبالتالي دي برضو بتزود ثقتك في نفسك جدا، وبتزود قوتك الداخليه بشكل كبير.
رابع حاجة انك دايما تبقي بتتعلمي حاجة جديدة، بتجربي حاجة جديدة. التعليم المستمر بيديلك تقل في عقلك بشكل مش طبيعي. كل ما بتفكري اكتر توصلي لمعظم الاجابات، يبقى عندك معلومات جديدة، بتحسي ان انتي قادرة تكوني واثقة في نفسك انك تقعدي في اي مجتمع او انك تعملي اي حاجة او انك حتى تتكلمي في اي موضوع. بتحسي دايما ان انتي شخصية فعلا كده فيكي ثقل، يعني حد كده تمام، يعني تقيل متظبط. فمهم جدا ان احنا طول الوقت نتعلم ونستثمر في تعليمنا، نتعلم لغة جديدة، نتعلم مجال ممكن يكون مختلف تماما عننا، نتعلم هواية جديدة، نجرب كمان حاجات جديدة، نعمل experiences جديدة، زي ان احنا نخرج لوحدنا لأول مرة، نسافر نكتشف مكان جديد مع أهلنا، أو whatever ايه هي الاكسبيرينس اللي متاح لك ان انت تجربيها. مهم جدا ان انت تجربي experiences جديدة. دي بوينتس صغيرة، في حاجات أعمق من كده بكتير، بس دي بوينتس صغيرة بحاول أديها لكم عشان تلحقوا تشتغلوا عليها في السنة الجديدة، بحيث ان انتوا تعلوا من ثقتكم في نفسكم. حاجة مهمة قوي لازم تعرفي ان الثقة بنفسك بجد مش ريليتد بالشكل. مفيش بنت مش حلوة، في بنت شايفة نفسها حلوة وواثقة في نفسها بسبب اللي هي بتنجزه، فبالتالي هي شايفة كل حاجة كده حلوة في عينيها. وفي بنت هي عمالة تداري فراغها بجمالها، يعني بتوفر دريس، بتلبس كتير، بتحط ميك اب كتير. في بعض الناس بيكون هي ما عندهاش ثقة في نفسها كبيرة، فبالتالي ده بان هي توهمك او تشغلك بالشكل اكتر. فانتي بقى زي اللذيذة بتروحي تجري ورا ده، انا عايزة ابقى الشكل ده عشان ابقى واثقة في نفسي. ده ملوش اي علاقة بالثقة بالنفس. في ناس كتير قوي محبوبين وعندهم ثقة بنفس كبيرة وهم طبيعيين قوي في شكلهم، في لبسهم، في كل حاجة. فانتي خليكي عارفة انتي اتجاهك ايه، وعايزة شكلك يبقى ايه، وعايزة حياتك يبقى ايه، وعايزة انجازاتك تبقى ايه. واوعي تتأثري باللي بتشوفيه على السوشيال ميديا. حددي اتجاهاتك في الحياة عشان ما تبقيش زي الشجرة اللي بتروح كده مع الريح، تقعد تتدحرج يمين وشمال، اي حاجة بتوديها وبتجيبها. انا لازم اكون واعي انا بتفرج على ايه، واعي انا محتاج ايه. مش كل حاجة بشوفها لازم اجيب زيها او اعمل زيها. انا لما اكون عارف نفسي من الاخر وعندي شخصية قوية وعندي قوة داخلية، ده بيخلي عندي ثقة في النفس، فبيخليني عارف بالظبط انا عايز ايه من الحياة وعايز ايه من اللي انا بشوفه. فهو ده باختصار الثقة بالنفس. فالثقة بالنفس للبنات الصغيرة او للبنات الكبيرة ملهاش اي علاقة بالشكل، خصوصا البنات الصغيرة. الثقة بالنفس ملهاش اي علاقة بالشكل. فاسمعوا مني، ودول كام ستيب ممكن تبدأوا فيها، تعملوا لهم بلان وتحطوا لهم كده زي تاسكات تعملوها، وصدقوني هتخشوا 2024 بثقة كبيرة قوي في نفسكم. رب الفيديو النهارده يكون فاتكم ويكون عجبكم، اكتبوا لي في الكومنتس عاوزين فيديوهات ايه. قربنا نخلص السيريز دي، فاكتبوا لي والحقوا عاوزين فيديو زي الفتره اللي جايه. يا رب الفيديو يكون فاتكم ويكون عجبكم. بحبكم قوي 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 قوي. باي.